وهب، شوف القرآن بقى، وهب لنا من لدنك رحمة. ولو شفت من لدنك رحمة دي هتلاقي اللدنية جت في معنيين اتنين في غاية العمق. لدنية في الرحمة ولدنية في العلم. يعني ايه من لدنك؟ من يعني لدنك لدنيا. يعني رحمة بغير سبب منا. اه. ما هو لو أنا متسبب في الرحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن سبب. امم. أنا رحمت فاترحمت. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبب، فأنا رحمت فاترحمت. اي. لكن حينما يهبك رحمة من لدنه فهي بلا سبب وبلا طلب، وهي تملأ قلب. عشان كده دايما القلب يتملى رحمة يجي بعد منه العلم اللدني. امم. بدأ يتكلم في سيدنا الخضر يقول إيه: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. لدنا. يبقى رحمة لدنية وعلم لدني. مم. عشان كده مفيش قلب يتملي رحمة إلا يتملي علم لدني. يعني إيه يتملي؟ يعني يتملي فتح ويتملي وهب ويتملي حكمة ويتملي نور. عشان كده ربنا اختصر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معنى واحد: وما أرسلناك إلا رحمة. بالرغم ان النبي كان من رسالته الصدق والامانه والوفاء والاخلاص والبر والعطاء، كل معاني القيم والاخلاق. بس بتتجمع في الرحمة في الآخر. بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جمعها له كلها في معنى واحد: رحمه. اي. لان برك رحمه، وادبك رحمه، وصدقك رحمه، وعطائك رحمه، وكرمك رحمه، وهدايتك رحمه. عشان كده وهب لنا من لدنك رحمه. فإذا وهبت الرحمة اللدنية من قبل الله سبحانه وتعالى فتصير رحمانيا على الأرض. يا رب. صورة النبي صلى الله عليه وسلم: أساسي. إنك أنت الوهاب، أي أنت الذي تهب. والوهاب يعني الذي يهب. من أسماء الله سبحانه وتعالى الوهاب، من أسماء الحسنى. ومن أسمائه الحسنى الحنان المنان. الحنان، الحنان المنان الذي يعطي النوال بغير سؤال، والوهاب الذي يهب بغير سبب. عشان كده هب لنا من لدن، اي. فهب من الهبة. وإنك أنت الوهاب يبقى ملهاش سبب، يبقى رحمة إيه؟ هبة من الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وده أهم يوم أنت محتاج فيه للرحمة. امم. يعني إيه اللي يجيب اليوم ده مع المعنى ده؟ بيقول له ان الرحمه موزعه في الوجود، ان احنا كلنا في الدنيا مستلهمون للرحمه. الاب وابنه، والابن وابوه، والام وبنتها، والبنت وامها، والاخ واخوه، والموظف والمدير كله مستلهم لمعاني الرحمه. لكن احوج لحظه انت فيها للرحمه اي يوم القيامة. يوم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما فيهوش ربنا شك، ما فيهوش شك. لا شك فيه ولا خلف فيه جاية ولا جاية يعني. تأخير فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يعني هو وعد إن في يوم قيامة يبقى في يوم قيامة، في حساب يبقى في حساب، في جنة وفي نار، في عدل، في قسط، في ميزان. نسأل الله أن يرزقنا رحمته امين. يوم لا رحم سواه. يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم بمراده.